يبدأ الأنمي بتاعنا بديماث بيتقفل وبيقول شخص من المغامرين إن ده مجرد وقت وهيبلع الديماث ده العالم كله في النهاية إلا لو اتقتل ملك الشياطين ويكونوا محبطين جدا، بس بيطمنهم القائد وبيقول لهم إن قوتنا هتتورث لشخص في المستقبل وهيظهر بطل وهينقذ العالم كله. ونروح لفرقة ثاندر بايك ويكونوا بيهجموا على وحش الهايدرا العملاق، لكنهم كالعادة بيقوموا بالواجب وزيادة ويجيبوا راس الوحش ده على الأرض. وبتكون الحرب دي معمولة بس مباشر، وبنعرف إن فرقة ثاندر بايك من الرتبة ألف وهي أعلى رتبة لفرقة المغامرين، وبتكون كل الناس بتحبهم جدا وهم اشهر فرقه في مدينه المغامرين. وسايمون القائد بتاعهم ده بنات المدينه كلها بتموت عليه. ونروح للفرقه وبيكون يوك متعصب وعايز يخرج من الفرقه، وده عشان هو اقل واحد بياخد مكافآت لانهم شايفين انه اضعف واحد في الفريق ومن الاخر كده ملوش لازمه. يعني بيقول لهم يوك انا بقيت مديون بسببكم يا جدعان، والفرقه بتاعتكم دي ما بقتش مأكلاني عيش خالص. يقول له سايمون الفلوس بتتوزع حسب المساهمه، ويقول له باري المحارب وانت مساهمتك مالهاش اي لازمه بصراحه. ويتصدم يوك من اللي بيقولوه، وجيمي بتكمل عليه تقول لهم لا يا جماعه ده بيعرف يفتح بس مباشر. وبيتضايق يوك جدا ويقول لهم انه بيساعدهم كلهم وان هم بينكروا الجميل ده. وبيقول له سايمون انت لو خرجت مش هتلاقي فرقه زينا، وانت اساسا من رتبه ب واحنا سايبينك معانا كده شفقه. يعني بيكون يوك متضايق منهم وبيقدم استقاله ليهم، ويقول له سايمون راجع نفسك، انت لسه قدامك فرصه انك ما تخرجش بس ما يكونش حد فيهم متمسك بيه تماما. وكلهم فعلا شايفينه ملوش لازمه، لكن يوك بيكون خد قراره وبيطلع من فرقه ثاندر بايك. فيا ترى ايه اللي هيحصل له بعد كده، وهل هيلاقي فريق ينضم له ولا لا؟ وده اللي هنعرفه في حلقتنا، فاوعى تنسى تعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. بيكون يوك في النقابه عشان يشوف لنفسه فريق جديد، وبتساله موظفه الاستقبال هناك بتعمل ايه هنا. بيقول لها انه جاي يشوف فريق جديد. بتستغرب جدا وتقول له هو انت سبت ثاندر بايك ولا ايه؟ تديله استماره عشان يملاها، وفعلا بيملاها يوك وبيديها الاستماره عشان تشوف له الفريق. وفجاه بتجري عليه بنت وهي متحمسه على الاخر وبتقول له ما شفتكش من زمان يا معلم، وبيكون اسمها مارينا. وبيكون يوك كان المعلم بتاعها في المرحله التمهيديه، وبيسالها يوك عن اخبارها هي والباقيين. بتساله انت هنا بتعمل ايه؟ فبيقول لها يوك انه بيدور على فرقه. بتشد مارينا الاستماره بتقول له طب ما تنضم لينا، وبتاخده وبيروحوا لاعضاء الفريق. وبيكون الفريق متكون من سلك الجواله ورين الساحره، وبيكونوا فرحانين جدا بوجود يوك معاهم لان هم اساسا من الرتبه د ولسه بادئين فريقهم. ويقول لهم يوك انه فرحان جدا بوجوده معاهم لان الفرق من الرتبه الف بيتولوا مهمات صعبه ومصاريفها بتكون كتير، فده خلاها عليه ديون ومفلس على الاخر. ويقول لهم يوك ما تقولوليش يا معلم دي تاني، نادوني بيوك. وبتكون البنت سلك دي غبيه على الاخر وبتقول له متفقين يا معلم يوك. ويقول يوك لنفسه ان ما حسش انه مرحب بيه قبل كده، وانه في فرقته الاولى كان ملوش لازمه ومحدش عايزه. وتقطع سلك افكاره وتقول له احنا قبلنا مهمه جمع حديد سحري من ديماث بنتال، وفعلا بيتحركوا على هناك. وبيقول لهم يوك ان في اماكن كتير في الطابق السادس فيها حديد سحري. بتقول له سلك بس احنا مش هنعرف نقتل زعيم الطابق الخامس. بيقول لها يوك يبقى لازم من الطابق الرابع. ويخشوا الديماث وبتكون مارينا ماشيه في الاول عشان تكتشف الفخوخ، لكن بيقول لها يوك انه هيتولى القياده وبيكون معاه مصباح كشاف للفخوخ. واول ما بيطلعوا بيتوهموا منه البنات، وبيشرح لهم يوك ازاي بيشتغل وانه عن طريقه هيكشفوا كل الفخوخ بسهوله. وبتقول له سلك الزيت اللي جواه ده اكيد غالي جدا. بيقول لها يوك ما تقلقيش وان هو اللي بيصنعه بنفسه، وشكل يوك كيميائي فشيخ على الاخر. فبيتولى هو القياده وبيقول لمارينا تحمي ظهرهم، وطول ما هو ماشي بيحذرهم من الفخوخ. وبيقول يوك لنفسه ان ده اول ديماث يخشوا فرقه ثاندر بايك. فجاه يقول لهم وقفوا وبيحذرهم على وجود تهديد على بعد 20 متر، وبينطلقوا كلهم. واول ما بيوصلوا بيلاقوا غيلان كتير قدامهم، وبتقول لهم سيرك هبتدي انا، وبترمي سهم وبتوقع اول واحد وتهجم مارينا على الباقي. وبيعمل لها يوك تعزيز جسدي وبيعمل بعدها فخ للغيلان. تستغل مارينا الفرصه وبتهجم عليهم وبتخلص عليهم بكل سهوله. وبتقول له مارينا انت عملت فيا ايه؟ بيقول لها يوك انه رمى عليها 3 تعويذات تعزيز جسدي، وبتكون رين مصدومه من اللي عمله. بتقول له مارينا انها كانت اخف واسرع بكتير بسبب التعويذات. ويقول لها يوك انت اللي عملتي كل حاجه، ويقول لهم يلا بينا نكمل. وبيكونوا كلهم مصدومين من قوته الجباره وبيكملوا طريقهم وبيسالهم عن نظامهم في الهجوم. بتقول له مارينا اننا بنرتاح بعد كل طابق ونبلغ عن خسائرنا زي ما علمتنا بالظبط. وبيقفوا عشان يرتاحوا شويه ويكملوا نزول في الديماث. وتقول لهم مارينا ان سيفها سليم ومفيش اي خسائر عندها. وسيرك بتكون رجعت السهم اللي استخدمته وبتقول لهم انا كمان مفيش خسائر. وبتكون رين برضو ما عندهاش اي خسائر، ويتحركوا على طول للطابق الثاني. وبيكونوا ماشيين وفجاه بيهجم العمال الموت على يوك، لكنه بيتفاداهم في اخر لحظه. وبتجهز رين عشان تقول التعويذه بتاعتها، وبيكون باقي الفريق بيكسبوا وقت رين على ما تخلص. وتجهز التعويذه وفجاه بتحول كل العمال الموتى لرماد وبيختفوا، وبيكونوا فرحانين جدا بيها. وبيقول لها يوك انها اكيد استهلكت كل المانا اللي عندها، وبتكون المانا دي زي الطاقه كده اللي بتساعدهم انهم يستخدموا قواهم. وبيجدد يوك كل المانا اللي عندهم. بيكونوا مش مصدقين انه بيقدر يعمل كده كمان لانها تعويذه نادره جدا وما بيستخدمهاش غير السحرة الحمر. بيقولوا يوك ما تكبروش الموضوع كده يعني، وبيكون مش حاسس بقوته تماما. ويكملوا طريقهم وبيدلق يوك ميه على الارض، وبيطلع نوع ميه نادر بيمنع اشباه الموتى انهم يتبعوا خطواتهم. وبتقول له سيرك اكيد الميه دي غاليه جدا. بيقول لها يوك اكيد طبعا لو اشتريتيه، بس العبد الله بيصنعه بنفسه، وبتكون قوته الكيميائيه
وهي عامله الواجب معاه وزياده، وبتقول له سلك انت خبرتك عاليه جدا بالنسبه لنا. بيقول لها ما تقلقيش هعلمكم كل حاجه عايزين تعرفوها. وبيكونوا خلصوا الطابق وبيقول لهم يوك هنرتاح هنا وناكل حاجه بعدها نكمل. بتعجب جدا رين بشنطته السحريه وبيقول لها خلي بالك مش رخيصه دي على فكره، وبيطلع منها الحاجه وبيبتدي يعمل لهم حاجه ياكلوها ويوريهم كمان وعاء سحري بيكونوا كلهم مصدومين منه. وبتكون مارينا جعانه على الاخر وبتقول مش هناكل بقى ولا ايه، وفعلا بيبتدوا ياكلوا ويكونوا معجبين جدا بالاكل وتحسهم ما شافوش اكل في حياتهم قبل كده. ويكون كمان حاطط لهم يوك مانا في الاكل عشان يستردوا قوتهم ويعرفوا يكملوا تنقيب. ويكونوا وصلوا للطابق الرابع والمفروض انهم يواجهوا وحش السحليه ويهجم عليهم مره واحده، لكن يوك بيوقفوا بتعويذه التبطيء وبتهجم عليه مارينا بقوه التعزيز الجسدي وبتطير في الهواء وتقطع رقبته بضربه واحده، لكنها بتحس بعدها بتعب شديد. بيروح لها يوك ويقول لها انت تتعودي بعد كده، وبيجدد لها كل المانا بتاعتها ويبداوا انهم يلموا الحديد السحري اللي موجود. وبعد ما يجمعوا يلاقوا انهم محتاجين شويه كمان، ويقول لهم يوك يبقى احنا لازم نهزم الزعيم ونروح الطابق السادس. وبيكونوا خايفين جدا وبيقول لهم ده احنا قتلنا الوحش السحليه بالعافيه، مستحيل نعرف نقتل الزعيم باي طريقه. ويقول لهم يوك ما تقلقوش ههزم انا الزعيم لوحدي. وبيكون عايز يعمل كده عشان يثبت لهم انه مهم. وبيتحركوا فعلا للطابق الخامس ويقول لهم يوك ان الزعيم ورا الباب ده بالظبط، وبيطلع كاميرا الطياره عشان يصور المعركه. وتعجب رين بيها جدا ويقول لها يوك انه بيحب يصور كل معارك الزعماء بتاعته. وبتقترح عليه مارينا انهم يعملوا بث مباشر، وبيوافق يوك ويسالهم عن اسم فرقتهم وبيكونوا لسه ما عملوش اسم ليهم. وبتقترح مارينا اسم كلوفر وبتسالهم عن رايهم في الاسم، بيعجبهم كلهم جدا. وبيقول لهم يوك اتفقنا اول ما نرجع هنسجل اسمنا في النقابه. ويبدا يوك يحصن نفسه وبيعمل تعويذات كتير جدا في نفس الوقت، وبيفتح البوابه وبيستعد لمحاربه الزعيم. وبيكون قدامه وحش السلطعون وبيعمل يوك 5 تعويذات في نفس الوقت، وبيخلي الوحش يقف في مكانه ويشل حركته. ومره واحده بيعمل تعويذه الجاذبيه وبيدمر الوحش الزعيم تماما. وبتجري عليه مارينا وبتكون فرحانه جدا، وبيكون يوك هيموت بسببها. وبيكونوا باقي البنات مش مصدقين قوته وانه هزم الوحش باستخدام السحر بس. وبتقول سلك مارينا يخرب بيتك هتقتلي الراجل يا بنت انتي، وبتخليها تسيبه. ويقول لها يوك انه هيتباع بسعر كويس جدا وبيحطه معاه في الشنطه السحريه. وبتقول له سلك بس احنا مش هينفع نعتمد عليك في كل حاجه. بيقول لها يوك المره الجايه هنقتله كلنا سوا. وبيقول لها يلا بقى عشان نفتح الصندوق بتاعنا. وفعلا يفتحوه بيلاقوا خامات كتير جدا. وبيقول لهم يوك بكده تكون فرقه كلوفر اتممت اول مهمه ليها، وبكده كمان تكون خلصت حلقتنا. فاوعى تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وانك تفعل زر الجرس علشان تعرف ايه اللي هيحصل لفرقه كلوفر وايه التحديات اللي هتقابلهم بعد كده.